السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. عاملين إيه يا رب؟ تكونوا بخير. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان يا رب العالمين. خلاص احنا النهاردة 8 شعبان، يعني الوقت بيجري خلاص. كام يوم وهيهل علينا شهر الخير والبركة والرحمة والمغفرة والعتق من النيران. طيب خلاص كام يوم وهنبدأ ليلة النصف من شعبان. شعبان يحبب في الصيام، لأن هو فيه ده شهر خطر جدا. شهر قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان. هو شهر شعبان يغفل عنه الناس، عشان احنا بنبقوا جاريين رايحين ننظف، رايحين نخزن، رايحين مش عارفة نعمل ايه، عشان خلاص هيهل علينا شهر رمضان. بنغفل عنه شهر بيرفع فيه الأعمال إلى الله. هل وقفت مع نفسك شفت السنة اللي فاتت دي ايه الأخطاء اللي أنا عملتها أو ايه الذنوب اللي أنا عملتها، فأقعد أستغفر؟ وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. طب الاستغفار ده بيفتح حتى الأبواب المقفلة. طيب ربنا يقول أنا جليس من يذكرني وأنا معه حين يذكرني. تمام. طيب احنا ذكر هل بدأنا فيه؟ طيب نلحق نفسنا، طب نصوم ونستغفر عشان لما تطلع الصحيفة دي خلاص هتتقفل، مش هتتفتح تاني غير يوم القيامة، هي ترفع وهتتفتح تاني غير يوم القيامة. طيب راجع نفسك بقى، وض بي. احنا جعلنا النهار معاشا، طبيعي ان احنا هنقعد نوضب وهنشوف دنيتنا ونشوف مذاكرتنا وهنشوف دنيتنا، بس مع بعض جانب ده آخر العبادة اللي هو فرضها ربنا علينا، 5 الصلوات والاستغفار. ولو ربنا ان شاء الله يديك الصحة يا رب، ركعتين قيام الليل، ركعتين مش هيعملوا حاجة، بس هتاخدي بيهم كل حاجة، يلا بقى كده نستعد ونقف على رجلنا تاني. عارفة ان كان ايام تعب الايام اللي فاتت، معلش نستعيد بقى نشاطنا ووعينا وناخد اللي باقي. يا رب يعني يجعلنا من مقبولين عنده، يجعل الصحيفة دي اللي هتطلع ان شاء الله تكون بيضة بإذن الله. مفيش حاجة يعني تستاهل ان احنا نضيع الوقت ده. خلينا نعتبر ان ده اخر شعبان لينا واخر رمضان داخل علينا في العبادات والتقرب الى الله. شوفوا اعملوا جروب صحبة صالحة مع بعضيكم، ابدأوا مع بعض، جمعوا 2000 استغفار، جمعوا 3000 استغفار، يلا نستغفر، يلا نصلي على الرسول، يلا يا جماعة نبدأ، وإن شاء الله ربنا ياخد بإيدينا وبإيديكم. أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.